السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود التركي وده أول فيديو ليا على قناتي. كتير كنت بسأل نفسي يعني إيه رهاب اجتماعي؟ كتير كنت بسمع الكلمة بس عمري ما عرفت معناها، وما كنتش حتى أعرف يعني هل دي ممكن تبقى عندي في يوم من الأيام؟ وبالفعل بعد ما بحثت كتير عنها اكتشفت إن أنا نفسي كنت بعاني منها خلال فترات كتيرة من حياتي. يعني مثلا اليوم اللي دخلت فيه الجامعة اكتشفت فعلا إن أنا كان عندي المشكلة دي. طيب ممكن يكون سبب المشكلة إيه من البداية؟ ممكن يكون حاجات كتيرة عمومًا من النشأة نفسها، ممكن يكون من الصحاب نفسهم، يعني من البيئة المحيطة بينا، أو حتى مننا إحنا، يعني ممكن يبقى أنا مثلًا كنت باعمل مقارنات بيني وبين الناس كتير، فده أدّى إن أنا بقيت دايمًا متخيّل إن برضه كل الناس بتقارن بيّا، كل الناس هتحكم عليّا، كل الناس هتشوفني مرّة تدّي انطباع أول، فخلاص هي دي اللي هتثبت في ذاكرتهم، فدايمًا باحاول إن أنا أخلّي الناس تاخد عني انطباع كويس، مع إن للأسف هي دي مش حاجة كويسة، هي دي بدل ما تدّي لك ثقة إن أنت تطلّع حاجة كويسة أو تكون شخص باين على طبيعتك اللي هي بالنسبة للناس ممكن تكون كويسة جدًا على فكرة، لكن للأسف بتخلّيك تبقى متوتر، بتأثّر عليك جدًا وبتخلّيك خايف، خايف تتكلّم وخجول ومتوتر، وده بيبان عليك أوي. مثلًا لو أنت ماشي ووقع منّك كتاب مثلًا تلاقي نفسك تلقائيًا بتبُص على الناس، بدل ما تنزل تجيب الكتاب على طول، تلاقي نفسك لسه بتبُص الأول على الناس، وتشوف هو مين شافك ومين بيضحك عليك ومين بيقول إيه، مع إن ممكن ما يبقاش حد مهتم خالص ولا حد شايفك، بس هي المشكلة إن أنت دايمًا في خيالك بتفكّر الناس بتقول عليَّ إيه، الناس بيمدحوا فيّا والّا بيذموني. وده بيأثّر عليك عمومًا حتى في الcareer بتاعك، يعني لو مثلًا دخلت الجامعة أو حتى اتخرّجت جيت داخل interview نفس الكلام برضه هيحصل معاك في الinterview، هيبقى عندك خوف جامد، يعني أنت كده أي حد طبيعي لازم يبقى عنده خوف عشان خايف إن هو ما يأدّيش كويس في الinterview أكيد، وخايف إن هو ما يبقاش أحسن حاجة بس الرهاب الاجتماعي ممكن يأثّر عليك بدرجة فعلًا تخلّيك ما تطلعش بأحسن نتيجة كنت ممكن تطلع بيها، ممكن تخلّيك عارف كلام أحسن، عارف إزاي تتكلّم، بس ما تقدرش إن أنت تتكلّم في اللحظة دي، لمّا ترجع البيت تقول ياه! هو أنا إزاي ما عرفتش أجاوب على السؤال ده، هو أنا ليه هنا اتلجلجت كده واتوتّرت وما عرفتش أجاوب، ده حاجات سهلة. طيب إزاي نتغلّب على الرهاب الاجتماعي؟ أنا هاحكي لكم قصتي معاه، يعني أنا لمّا اكتشفت إن هو عندي من وأنا في الجامعة، بدأت إن أنا أفكّر طَب إيه الحل؟ أنا مش هاسيب نَفْسي كده. فبدأت إن أنا أفكّر إن أنا أتحدّى نَفْسي، وكان فعلًا ده حَل كويس بالنسبة لي وقدر إنه يساعدني كتير. إزاي قدرت أتحدّى نَفْسي؟ كنت وقتها في الجامعة وبافكّر إن أنا أدرس وأتعلّم مسرح، وفعلًا رُحت دوّرت على فِرَق مسرح في وسط البلد، والحمد لله لقيت فرقة كويسة وقدرت إن أنا أدخل معاهم. أول مرّة في البروفة قاعد وسطيهم حاسس إن في كسوف لسه، يعني مش قادر آخُد على الجَو. تاني مرّة وتالت مرّة برضه حاسس نفس الكلام، أنا مش باتحرّك بحرية في البروفا، في الإستوديو حاسس إن أنا برضه متكتّف، برضه خايف إن أنا أضحك، خايف أهزّر، خايف أكون على طبيعتي. بس واحدة، واحدة ولإني كمان اتصاحبت جدًا مع المُخرج ساعتها، محمد ماهر باوجّه له كل التحية لو بيتفرّج، وقتها حبّيت أوي الموضوع بدأت أحس إن أنا باعمل حاجة كويسة وإن أنا محبوب وإن أنا أي حاجة بسيطة باعملها باحس بإشادة، فده بيخلّيني أطلّع أكتر بيدّيني ثقة في نَفْسي أكتر، لحد ما الحمد لله عملنا المسرحية وكمان كنت عامل invitations أو دعوات كتيرة أوي لأصحابي وزمايلي وكده، وأغلبهم جه، يعني اللي ما جاش حتى اعتذر لي وكده، ففرحت جدًا، جدًا إن الناس جات، وكمان فرحت أكتر لمّا لقيت تشجيعهم ليّا في المسرح. مفاجأة العالم. يا تركي! يا تركي! وفرحت أكتر وأكتر برضه لمّا خرجت من المسرح ولقيتهم كلّهم بيتصوّروا معايا ومبسوطين وبيقولوا لي: "ده أنت كنت أحسن واحد، ده أنت كنت كويس أوي." الكلام ده أثّر فيّا نفسيًا جدًا، رغم إن بعد كده حتى ما قدرتش أكمّل، لإن أكيد بعد كده قابلت ضغوطات تانية ومسار الحياة عمومًا دخّلني في حاجات تانية كتيرة وفي شغل تاني خالص، بس كانت بجد بالنسبة لي فترة مهمة أوي في حياتي، لإنها فرقت في شخصيتي عمومًا، قدرت إن هي تحوّلني من حد كنت باخاف دايمًا من نظرة المجتمع، لشخص يعني إلى حدٍ ما بقيت
ما عنديش الرهاب الاجتماعي، بس برضه مش لدرجة 100%. وما أعتقدش إن يعني لازم كده أي شخص لازم هيبقى عنده برضه سِنّة كده خجل من المجتمع، يعني مش لازم لدرجة الرهاب الاجتماعي اللي هو أنا كل خطوة هاحسبها، بس لازم برضه الواحد بيبقى عايز الimage بتاعته تبقى كويسة وتطلع بصورة كويسة، فده برضه بيخلّيك دايمًا عايز تتصرّف كويس، ودايمًا برضه شاغلك أكيد كلام الناس يعني وحكمهم عليك. طيب يبقى أنا برضه معايا نقطة تانية مهمة جدًا وهي الصحاب، الصحاب بيفرقوا جدًا، حاول تختار صاحبك بعناية شديدة، حاول إن أنت تشوف مين اللي ممكن يشجّعك، مش اللي ممكن يحبطك، شوف مين اللي ممكن بيطلع منّه كلام كويس لمّا تبقى أنت حتى محتاجه وتحكي له على موقف حصل، ما يفضلش إن هو يقول لك إزاي عملت كده ويتريق عليك ويتنمر عليك أو كده، حتى لو على طريق الهزار، لإن ممكن وقتها أنت تتقبّل الهزار عادي، بس لمّا هتقعد لوحدك وتفتكر خصوصًا في وقت زعل أو أي حاجة، وتيجي تفتكر لأ، الكلام ده هيضايقك جدًا وهيأثّر عليك جدًا. طيب حاجة تانية برضه إن زي ما قُلت لكم الرهاب الاجتماعي مش هيتشال منّك مرّة واحدة، هو حاجة تدريجيًا، حُط لنفْسك دايمًا أهداف، ابدأ بالحاجة البسيطة، دايمًا اتحدى نفْسك قُل أنا مثلًا النهارده هاروح أتكلّم مع مش عارف مين، مع أي حد مثلًا أنت في العادي بتحس إن أنت بتخاف تتكلّم معاه، أو مثلًا جروب أو شلة معيّنة بتحاول دايمًا تتفادى إن أنت تقعد معاهم عشان ما بتبقاش مرتاح، حاول تروح وتقعد معاهم. دايمًا حُط لنفْسك الهدف الأصغر، بعد كده الهدف الأكبر، هتلاقي إن أنت واحدة بتتحسّن جدًا، لإن في الآخر هو ما فيش حاجة، هو بس مجرّد خيالنا اللي بيوسوس لنا أو بيحسّسنا أو بيوصّل لنا الإحساس الكاذب ده إن لأ، ما دول هيضحكوا عليك، ده أنت هتظهر قدّامهم بمنظر مش كويس، لأ خلّيك في البيت أحسن، لأ ما تروحش، ما تغامرش، ما تقبلش دعوات أي حد في أي مكان، بتخلّيك دايمًا قافل على نفْسك وبتخلّيك منطوي. طيب، حاجة تانية برضه ليها علاقة بتجربتي الشخصية، وهي إن أنا من زمان جدًا كان نِفْسي إن أنا أقدّم محتوى على يوتيوب، وكنت دايمًا باخد الخطوة أو إن أنا أقرّر إن أنا خلاص هاعمل فعلًا ده، فكنت دايمًا أأجّل وأقول لأ لسه هاحسّن الsetup مثلًا، لأ أشوف مكان أحسن، فكنت دايمًا لازم باشوف إن الحاجة لازم تكون مثالية أو perfect زيادة عن اللزوم أوي. وما فيش حاجة بتكون perfect كده، وكمان ممكن في البداية نبدأ عادي بالإمكانيات المتاحة أيًا كان اللي أنا هابدأ فيه مش شرط في اليوتيوب، في أي حاجة عمومًا باحبها، لازم أبدأ ما ينفعش أقعد أأجل، وده هيساعدك جدًا إن أنت تتغلب على مخاوفك، أنت مجرد ما هتبدأ هتلاقي صدّقني الموضوع سهل والموضوع بسيط، وهتبدأ ترتاح جدًا نفسيًا، ومع الوقت هتلاقي الإمكانيات اللي أنت كنت بتبقى مستنيها عشان تبدأ وبتأجل بسببها هتلاقي كلّها مع الوقت بتيجي معاك وبتتسهّل لك على طول، فابدأ ما توقّفش، ما تأجّلش، وهتلاقي ربنا ييسّر لك الحال والله، ده عمومًا من واقع تجاربي، بس وهي دي نهاية الفيديو، يعني يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، لإن إن شاء الله الفترة اللي جاية هانزّل عن مواضيع مختلفة، وشكرًا جدًا، سلام. أو الحاجة اللي أنت كنت مستنيها تحصل كلاب. يا مسهّل الحال يا رب. وهانزل أعضه.